احنا بلد فيها 100 مليون، يعني زي مواطن بسيط دخله عنده 10 12 طفل وطفله، يعني اسره كبيره يعني، ودخله بسيط قوي. وولاده بيبصوا على جارهم اللي عنده الفيلا وعنده العربيه وبيقولوا له انت مقصر في حقنا. يقول لهم والله ده انا ما بنامش الليل، ده انا بشتغل ليل ونهار عشان اكفي اكلكم. لو هم ابناء نجباء هيبقوا مساعدين معاه على الاقل بالصبر والتحمل. لكن لو هم قعدوا يقولوا له انت مقصر وانت كنت خلفتنا ليه لما انت ما انتش عارف تصرف علينا، زي ما بيقولوا يعني بعض الابناء اللي ممكن يكونوا ما عندهمش احترام وتقدير لأثرهم يعني. فمصر بلد فيها 100 مليون، تصرف بمتوسطات متواضعة جدا، زي ما قلت مرة قبل كده، تريليون دولار في السنة. طب احنا دخلنا تريليون دولار في السنة؟ لا. طب نص تريليون؟ لا. احنا دخلنا يا دوبك لو كان بنكمله بالسلف تريليون جنيه. وساعة لما عملنا موازنة تريليون واربعة من عشرة، مش كده؟ قلنا احنا ما حدش زينا. ده رقم متواضع جدا. يا مصريين يا مصريين، ده رقم متواضع جدا. عايزين شوفوا شكل بلادنا عامل ازاي، شوفوا مدارسنا عاملة ازاي، شوفوا مستشفياتنا عاملة ازاي، شوفوا الريف بتاعنا عامل ازاي، شوفوا المصارف والترع بتاعتنا عاملة ازاي. عايزين تعرفوا هو كده. وانا لما بقول لكم كده ما حدش في الموقع ده يقول الكلام ده ابدا. بس انا لما حصلت 2011 بقيت اقول ان احد اهم اسباب ما حدث هو عدم ادراك الناس بحجم التحديات اللي في في بلد مصر. وكل واحد مهتم انه يبص بمنظور اللي هو بيميل له. السياسي بيبص بمنظور سياسي، وبتاع الاقتصاد ورجل الاعمال بيدور على مصلحته. طب عايزين زي ما قلت الصورة المكتملة في بداية الكلام. الصورة المكتملة اللي هي ايه؟ شوف الصورة كاملة، شوفها كاملة.